أهلا بيكم. أنا دينا ودي تالت حلقة من سلسلة علاقات خطرة. ممكن تكون أعقد حاجة في الدنيا هي العلاقات بين البشر، مش بس أعقد، لأ هي كمان أخطر وطبعا أصعب. العلاقات الخطرة اللي هنتكلم عليها ممكن تكون مع صاحب أو زميل في العمل أو أخ أو أب أو أم أو شريك أو أي حد في حياتك. العلاقات بين البشر زي ما هي واحدة من الأسباب المهمة للسعادة والإقبال على الحياة، ساعات بتكون أهم مصادر التعاسة والألم. ممكن علاقة تطلعك سابع سما وعلاقة تنزلك سابع أرض، منها اللي بيبوظ ويأذي ومنها اللي يصلح ويغير ويعالج. في السلسلة دي هنتكلم عن أنواع وأشكال كتير من العلاقات اللي مهم تاخد بالك منها في حياتك وتحمي نفسك منها بكل شجاعة ومسؤولية مهما كان التمن. هنتكلم عن العلاقة مع حد انطوائي أو نرجسي أو موسوس أو شكاك، لحد ما نوصل في الآخر للعلاقة الحقيقية الصحية اللي تغير وتصلح وتعالج. وعلشان نكون واضحين، أي علاقة ممكن تتصلح طول ما صاحبها هيلجأ للعلاج النفسي. في العلاقة دي في حد بيقدسك، بيعبدك، بيتعامل معاك على انك شخص خارق فظيع ملكش حل. الحكاية دي بتحصل في علاقات كتير قوي، وطبعا انت نفسك ممكن تعمل الحكاية دي مع حد تاني. يعني تشوف واحد او واحدة على انها ما فيهاش غلطة، ملاك نازل من السما وباقي الكلام اللي انت عارفه ده. مشكلة العلاقة دي انها بتعميك عن الجوانب التانية من الشخص اللي انت بتتعامل معاه، وتخليك عايش في خيال ووهم تفوق منه على ألم محترم. لو الحكاية او التقديس ده اتعامل معاك، بيكون في مشكلة تانية، وهي ان اللي بيقدسك ده هيحاول يعتمد عليك ويخليك مصدر دايم للأمان والحنية والعطاء والمعرفة، ويبقى زي الطفل. في مشكلة أكبر، وهي إن اللي بيقدسك النهاردة غالبا هيجي بكرة ويقلب على الوش التاني. يعني لو ما لبتش كل طلباته وكنت عند كل توقعاته، أو ما كنتش متاح ليه طول الوقت، هيبدأ يشوفك بالشكل العكسي تماما، فتبقى أسوأ واحد في الدنيا وما تعرفش حاجة ومش بتفهم ولا بتقدر، والوضع ينعكس 180 درجة. هي لعبة شكلها حلو على المدى القصير، لكن على المدى الطويل مشاكلها كتير. ما تفرحش بالتقديس وما تقدسش حد. اللي يستاهل التقديس هو ربنا بس، واحنا بشر مش آلهة. وبس كده، أشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.